السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل حاجة حلوة كده، مخبوزات اللي هي البريوش الفرنسي او المنجقونة البورسعيدي، وده بمناسبة طبعا عيد الربيع. شايفين بقى شكل البريوش جميل ازاي، قطع قطعة جميلة جدا متزوقة بالكريز وكمان السكر، وطعمها جميل جدا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. هنصلي على النبي اول حاجة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. انا جهزت معايا هنا نص كيلو من الدقيق، ومعايا كمان كوباية الا ربع كده من اللبن الدافي، اللبن اللي هو الحليب، عشان في بلاد ما تعرفش معنى لبن دي. وحطيت على الحليب ده معلقة سكر كبيرة، وكمان معلقة من الخميرة كبيرة، وهقلبها كده وهغطيها لحد اما تعمل فوران عشان تكون اشتغلت شوية. وكمان مجهزة كوباية الا ربع زبدة على زيت، ممكن تستخدمي زبدة بس وممكن زيت بس يفضل زبدة على زيت. وبعد كده جبت بقى على نص كيلو دقيق، حطيت رشة ملح، وكمان حطيت معلقة كبيرة من اللبن البودر ده. اللي هو المنتج ده يعني هو صغير كده، هي دي على قد معلقة او معلقتين، انا حطيته كله. بيدي طراوة كده للمعجنات، بتبقى طعمها جميل جدا. وهنا الخميرة كانت عملت فوران معايا اهي، ضفتها على الدقيق، وكمان هضيف الزبدة على زيت، وهعجن بقى بايديا. طبعا كل ست بيت بتعمل كل حاجة بايديها، كوني غاسلة ايدك كويس. وبعد كده تلمي كده العجينة. في حاجة انا نسيتها هحطها دلوقتي، اللي هي البيضتين، بس مش مشكلة في البداية، يعني ما كنتش عجنت اصلا لان لسه هعجن بمية كمان. معايا هنا ميه دافيه حطيتها على جنب، بس مش هقدر اقولك هي قد ايه، لان اصلا انت بتفضلي تحطي لحد ما العجينه تلم معاكي، بس ما تغرقهاش. انت تعجني وبعد كده تجسي العجينه بايدك التانية كده، لقيتيها ما بتلزقش يبقى كده العجينه تمام. استبعدي الميه بقى ساعتها. انا حطيت البيضتين، او هنا العجينه ملزقه في ايدي اليمين اللي انا عماله اعجن بيها، بس لما حطيت ايدي الشمال على العجينه لقيتها ما بتلزقش. معنى كده ان انا خلاص اكتفيت من الميه. لو احتجت ميه وانا بعجنها على اساس ان انا رشه دقيق كده على سطح الرخامة، فممكن العجينة يعني تنشف شوية، ممكن تحطي ايدك في الطبق بتاع المية الدافية ده، وتحطيها على العجينة كده، وتعجني لحد ما تبقى طرية معاكي وعاملة عرق، زي ما انت شفتيني بشدها كده. بس مادام هتعجني بايديكي، اقعدي عجيني بقى 10 دقايق 12 دقيقة. لو عندك عجان طبعا بياخد 5 دقايق بس. افضلي عجنيها بقى كده كأنك عمالة يعني انتقمي من سلفتك. يعني كأنك بتنتقمي من سلفتك وشغالة بقى ايه عجن فيها كده. العجينة المظبوطة لازم تتخدم كويس في العجن. اهو انا عجنتها حوالي 12 دقيقة لحد ما عملت عرق وطرية كده معايا. بعد كده هجيب البولة اللي انا كنت عجناها فيها الاول، واحط فيها شوية دقيق، واقوم حاطة العجينة، واحط على وشها كده من فوق زيت او زبدة اي حاجة. انا حطيت زبدة. وبعد كده اغطيها بكيس من بتاع التلاجة، واحط فوقيها فوطة كمان، وسبتها حوالي نص ساعة. بعد النص ساعة بقى هشوفها كده، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الشكل عامل ازاي؟ خمرت وبقت، يعني انا مش قادرة اقول لكم على الريحة. هنديلها البوكس التمام ونطلعها كده على الرخامة، عشان هنبدأ بقى نقطعها قطع كده يعني صغيرة، عشان نبدأ نشكلها بقى اشكال البريوش اللي هو المعروف. انا قطعتها بالشكل ده. وخلي بالك لما تحطيها على الرخامة في جنب، حطي عليها كيس عشان ما تنشفش. وهتفرديها كده شوية بإيديك، وبعد كده بالنشابة بالطول، وبعد كده هتحطي دهنة زبدة، وممكن بلاش دهنة زبدة، هي فيها زبدة كده كده. وهتروليها كده على الرخامة، وبعد كده تقومي لفها حوالين بعضها كده، عشان تدي شكل البريوش اللي احنا عارفينه، او المنجقونة البورسعيدي. هي اصلها اصلا فرنسي. يعني تقريبا كان واحد فرنسي عايش تقريبا في بورسعيد، فكان بيبيعها، ومن يوميها وهي معروفة ان هي اسمها منجقونة، بس هي اصلها فرنسي اصلا. او هعمل تاني واحدة برضو، ودهنتها زبدة، وبعد كده بلفها حوالين نفسها، واخلي الطرف ده في الاخر تحتها كده عشان ما يفكش اثناء
الفرن يعني. دي من غير زبدة خالص اهي، ما حطيتش زبدة من جواها، وبرضو رلتها كده وبلفها حوالين بعضها، بخلي الطرف تحت منها كده. هنا بقى فردتها كده شوية، وكان معايا هنا سكر على قرفة، يعني حطيت حاجة بسيطة كده، وبرضو تروليها وتقومي لفاها حوالين بعضها، او ممكن تقسميها بالنص كده وتعمليها زي المجدولة، يعني تلف يعني تقعدي تعكسي عكاس كده تعمليها زي المجدولة. وممكن لو معرضاها شوية تعمليها 3 شرايط زي دي كده وتعمليها على شكل ضفيرة. بس انا يعني عملت شكل المجدولة دي، بس انا بحب الشكل المعتاد اللي هو الاولاني اللي انا كنت بعمله، وهكمل بيه بقية الفيديو. اهو ده شكل المجدولة، ولفتها كده ادى شكل وردة شوية. هكمل بقى الباقي كده. الطبق الصغير ده اللي فيه القرفة على سكر، انا عملت بيه برضو دي عملتها قرفة بسكر يعني من جواها، عملت كذا واحدة كده قرفة بسكر، والباقي كملته عادي سادة. برضو هرولها واخلص الكمية كلها اللي معايا على نفس الحال ده. دي كانت اخر واحدة اهي. بعد كده انا قبل ما احطهم في الصواني بخلي مسافة ما بين كل واحدة والتانية، والصينية مدهونة زبدة برضو. جبت هنا الحليب بقى وحطيت عليه شوية فانيليا، وبدهن الوش من فوق كده، ممكن بيضة على حليب على فانيليا وتدهني الوش، بس انا استبعدت البيض بقى ان انا ادهنه من فوق. بس بصراحة انا بحب لون البيض لما يدهن من فوق بيبقى شكله جميل قوي قوي. وبعد كده غطيتها بالكيس البلاستيك وسبتها 10 دقايق. في ال10 دقايق دول كنت مشغلة الفرن، وبعد كده حطيت سكر من فوق الوش كده، سكر سادة من اللي هو السنترفيش ده، مش مطحون يعني. وعندك كريز بقى حطي، ما عندكيش كريز ممكن تسيبيه كده بالسكر وخلاص. اهو انا حطيت الكريز كده على كل واحدة. وطبعا الفرن زي ما قلتلك هو شغال على درجة حرارة 200، ومجهزة الرف الوسط. سبتها 5 دقايق كمان بعد ما حطيت الكريز، ودخلتها الفرن. يا دوبك قعدت 12 دقيقة بس، وطلعت بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينه ده، وكان طعمها جميل جدا وطرية. ممكن قبل ما تعملي خطوة الزبدة اللي انا بدهنها دي، ممكن ترشيها ببخاخة مية وتقومي مغطياها بالفوطة على اساس ان هي تحبس البخار كده مع المية، هتبقى طرية وجميلة. انا عملتها كده بس ما صورتش اللقطة دي بصراحة. وبعد كده حطيت على وشها زبدة، وممكن بدل الزبدة تحطي العسل اللي هو السيرب اللي بتحطيه للحلويات، برضو هيديلها طعم مسكر جدا وهيبقى جميل وهيديلها لمعة حلوة. انا هنا بقى خدتها كده ورصيتها في الصينية اللي انا هقدمها عليها، وهتشوفيها دلوقتي شكلها عامل ازاي. يلا بقى جهزيها من دلوقتي او اعمليها الصبح، ما بتاخدش وقت خالص، يا دوبك هو وقت التخمير وال12 دقيقة اللي انتي بتدخليها الفرن وخلاص على كده. جميلة وطعمها جميل وطرية. وشايفين بقى اللفة بتاعتها جميلة ازاي. اللفة اللي كانت ملفوفة دي طعمها جميل، تفطري بيها على الصبح كده تبقى جميلة جدا. قبل الفسيخ بقى والرنجة والكلام ده تفطري مع كوباية شاي، هتبقى جميلة جدا وطعمها حلو وشكلها كمان حلو. وكمان ما اخدتش وقت خالص، زي ما قلتلك جهزيها وهتعجبك بالطريقة دي. لو وصلتي لحد هنا بقى وعجبك الفيديو، ياريت ما تنسيش الاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.